أهلا بيكم في قناة ما وراء الظلام، المكان اللي بنحكي فيه قصص حقيقية وغامضة وحكايات مرعبة بين الواقع والخيال. كل حلقة وراها سر، وكل سر وليه تمن. قصة النهاردة بعنوان مكالمة من المشرحة. كنت قاعد في البيت، الساعة كانت داخلة على 11 بالليل والجو كان ساكن. كنت في أجازة، ما هو بكرة كل سنة وانتم طيبين، رمضان. كنت مستني السحور مع مراتي وولادي، لكن فجأة التليفون رن. ببص على الشاشة، رقم الشغل، تحديدا مدير المشرحة اللي أنا شغال فيها حارس أمن. رديت وأنا مستغرب: مساء الخير يا دكتور نادر، في حاجة ولا إيه؟ أنا أجازة النهاردة. قال بصوت متوتر: تعال فورا يا حسام، المشرحة محتاجالك ضروري. اتجمدت في مكاني: بس يا دكتور ده أول يوم سحور وأجازتي النهاردة. قال لي هعوضك بأسبوع أجازة، بس تعال حالا، الموضوع كبير. قفلت معاه وأنا مش مرتاح خالص. خدت دش سريع، لبست ونزلت. الطريق كان فاضي، مفيش نفس. وصلت المشرحة بعد نص ساعة، بس أول ما دخلت حسيت إن المكان مش طبيعي. النور ضعيف والجو بارد أكتر من المعتاد. ولما دخلت مكتب الدكتور لقيته قاعد وسط مجموعة من دكاترة، شكله متوتر. أول ما شافني قطع كلامه وقال لي: تعالى يا حسام، كنت مستنيك. سألته: في إيه يا دكتور؟ إيه اللي حصل؟ قال له وهو بيبصلي بطريقة غريبة: النهاردة هتكون عندنا جثة خاصة جدا من مستشفى المحافظة، وعايزك تكون مسؤول عن حراستها طول الليل. استغربت جدا: ليه يعني؟ دي أول مرة نعمل كده. رد وقال: دي جثة لشخص مهم وأهله موصيين إنها تتراقب كويس ومحدش يقرب منها. ساعتها قلبي بدأ يدق. يا دكتور، هي دي نفس الجثة اللي الناس بتقول إنها اتحرقت في الحمام؟ سكت لثانية كده وقال وهو بيحاول يضحك: شائعات يا حسام، مفيش الكلام ده. بس صوته كان متوتر، وأنا كنت حاسس إن في حاجة مش مظبوطة. وفجأة النور قطع، المكان كله غرق في الضلمة. سمعت صوت الدكتور بيقول: ما تخافش، المولد الاحتياطي هيشتغل دلوقتي. وفعلا بعد ثواني النور رجع تاني، بس الجو ما كانش زي الأول. في إحساس غريب، كأن في حد بيتنفس في ظهري. الدكتور حاول يطمني: ما تسمعش الكلام الناس، ده شهر كريم ومفيش مجال للوساوس. وفضل يقنعني لحد ما وافقت، بس جوايا كان في حاجة بتقول الليلة دي مش هتعدي على خير. حوالي الساعة 1 بعد نص الليل وصلت عربية الإسعاف اللي فيها الجثة. كنت واقف قدام الباب الرئيسي، ولما فتحوا العربية لقيت المسعف اللي ورا الجثة مرمي على الأرض. الراجل ميت، والتاني اللي كان سايق بيصرخ وبيقول: أنا شفتها، كانت بتتحرك. نقلوه للمستشفى وأنا واقف مش فاهم حاجة. دكتور نادر قال: خلاص يا حسام، دخل الجثة المشرحة وخلي بالك منها. دخلت الجثة جوه الأوضة رقم 3 وقفلت الباب عليها بالمفتاح. كنت أنا واتنين من أفراد الأمن قاعدين بره. الاتنين ناموا بسرعة غريبة، بس أنا كنت صاحي، مش مرتاح وقلبي بيدق بطريقة غريبة. كنت ببص على الإزاز الصغير من باب الأوضة، بس الإزاز كان غامض، مش باين وراه أي حاجة. كل اللي كنت شايفه عتمة سودة. بعد شوية حسيت إني محتاج أروح الحمام، فصحيت واحد من زمايلي عشان يقف مكاني. وأول ما دخلت الحمام سمعت صرخة مرعبة جاية من بره، صوت واحد من زمايلي بيزعق وبيقول: الحقني يا حسام. فتحت الباب، ولما خرجت كان الكرسي مقلوب وزميلي التاني مرمي على الأرض وعينه مفتوحة، بس مفيش نفس. وباب الأوضة اللي فيها الجثة كان مفتوح.